نبارك للأهلي ولجماهيره تحقيق بطولة كأس السوبر السعودي، وهارد لك لنادي النصر. الآن ينضم معنا الإعلامي وائل فطوش من الدوحة. أهلا وسهلا بك سيد وائل. أبدأ معك بعنوان مختصر عن هذا النهائي الكبير الذي جمع النصر بالأهلي. نعم، السوبر أهلي بدلا لكأس السوبر، هذا هو العنوان الأنسب لهذه القمة. طيب، أفهم من هذا العنوان بأن الأهلي كان الأحق. نعم، الأهلي كان في اللقاء أخطر من النادي النصر. ربما النصر اعتمد على أسلوب جيسوس الذي نعرفه جميعا، هو التحفظ ومحاولة ربما يعني فوز أو حسن استغلال أخطاء الخصم، وهذا ما حصل. لكن بنسبة عامة الأهلي كان أكثر منظم، أكثر خطورة، وكانت له شخصية. كلما تأخر في النتيجة أعاد للمباراة، خاصة الهدف الثاني لإيبانيز في آخر الدقائق يؤكد شخصية هذا الفريق. ربما الاستمرارية في النادي الأهلي اليوم كانت فريقة، والنصر لا يمكن الحكم عليها في لقائي السوبر. المدرب جيسوس لديه عمل كبير ويحتاج وقت ليؤكد ما يجب أن يقدمه للنادي النصر. طيب، هل لاحظت بصراحة لمسات البرتغالي جيسوس مع 4 أو 5 مباريات في المعسكر النصراوي، يعني في مباراتين أمام الاتحاد وأمام الأهلي؟ نعم، أعتقد أن أسلوب جيسوس كما يعرفه الجميع مع نادي الهلال سابقا يطبقه الآن مع نادي النصر. النصر كان في وقت من الأوقات فريق يستحوذ، فريق يلعب كرة هجومية أكثر. الآن النصر متحفظ، يلعب الهجمات المعاكسة، يحاول استغلال الأخطاء، فريق منضبط أكثر على المستوى التكتيكي. ربما لن يكون النصر بذلك المد طيب. الهجومي كما كان في القبل، ولكن سيكون ربما أكثر حسم. طيب، بالنسبة للفريقين، هذه الخسارة للنصر وهذا الانتصار والمكسب الكبير للأهلي، كيف سينعكس هذا الأمر على الفريقين في الموسم القادم؟ أعتقد بالنسبة للأهلي يعني ثقة متجددة. الفريق لا زال توج بدوري أبطال آسيا النخبة، والآن أيضا كأس السوبر، ولديه كأس الانتركونتيننتال لقاء حاسم بيراميدز في جدة، مهم جدا لأجل لعب أدوار أكثر في هذه البطولة. أعتقد أنه فوز يكسب الفريق أكثر ثقة في مقابل النصر. ربما ربما عدم الفوز بكأس السوبر يجعل خيسوس أمام ضرورة معالجة بعض الأخطاء التي كانت موجودة على المستوى الدفاعي، تحسين الفريق والاستفادة من هذه الأخطاء. ولكن أعتقد أنه النصر لن يتأثر بهذه الخسارة، لأنه الفريق لحد الآن ما زال في بداية موسم بمرحلة جديدة تحتاج وقت ليثبت المدرب نعم. أسلوبه في هذا الفريق. بما أنك ذكرت التحسين بشكل عام، ما رأيك في تحسين وتطعيم فريق النصر لبعض اللاعبين مقابل الاستقرار الفني ليايسلا للموسم الثالث على التوالي؟ نعم، أعتقد الأسماء التي تعاقد مع النصر أسماء مهمة، مثل جواو فيليكس وكينغسلي كومان من بايرن. الآن الفريق كما قلت بحاجة إلى وقت ليتعود هؤلاء اللاعبين على أسلوب المدرب، ولكن أعتقد أنه وسط الميدان بحاجة إلى دعم أكثر، لأنه فقط تقريبا بروزوفيتش هو من يقوم بكل الأدوار في وسط الميدان، بما أن جواو فيليكس أكثر هجومي وليس بذلك الأدوار اللي يقوم بالأدوار المزدوجة الدفاعية والهجومية. الأهلي على عكس تماما، الاستقرار، جميع اللاعبين في أحسن حالاتهم تقريبا. ميندي اليوم قدم لقاء كبير جدا، الحارس السنغالي متألق. رياض محرز ساهم في الهدف الثاني، صنع الهدف الثاني. فريق أعتقد متكامل، دفاعه قوي جدا. النصر الأهلي قوة الأهلي الدفاع، ولاعبيه يسجلون. إيبانيز صاحب الهدف الثاني هو مدافع، ولكن من أحسن ما يوجد في النادي الأهلي. أعطيني 3 تفاصيل بناء عليها انتهت المباراة أو ذهب الكأس للأهلي. 3 تفاصيل في المباراة. أعتقد أنه قوة شخصية النادي الأهلي هي السبب الأول والرئيسي. ليس بالسهل أن يتأخر الفريق مرتين في النتيجة ويعود، ولا يعود في وقت متأخر تقريبا بعد دقائق ليست من صفات هدف النصر. أبو حسين، ليست صفات، أنا أتكلم عن تفاصيل. بمعنى هل الهدف الثاني عزز ثقة الفريق بنفسه؟ هدف إيبانيز، هذا هدف العودة، تفاصيل أعتقد معينة أن بسيطة الهدف يعني. الثاني، نعم الهدف الثاني هو اللي كان حاسم، لأنه هدف التعادل أولا، وهدف الذي أعطى ثقة للفريق في نفس الوقت كان سبب ربما في انهيار الثقة لنادي النصر أن استقبل هدف في آخر دقائق. أعتقد أنه أثر سلبيا على النصر وإيجابيا على الأهلي. ماذا يحتاج النصر في قادم الأيام؟ كما قلت يحتاج لاعب آخر في وسط الميدان، ويحتاج إلى الصبر حتى المدرب يثبت أسلوبه مع الفريق، يحتاج وقت. طيب، شكرا جزيلا لك من الدوحة الإعلامي الزميل والصديق وائل فطوش.